قديم أيضا، ورئيس لجنة رئيس لجنة الحكماء في التحالف الشبابي، وأستاذ معانا الأستاذ الدكتور سعد ساويرس الصديق العزيز. أهلا بيك. أهلا بيك، كل سنة وحضرتك طيب. ازي سعد؟ الله يخليك يا دكتور. الحقيقة احنا استضفناك لأسباب كثيرة جدا. عاوزين نتكلم في أمور متعلقة بالعلاج الطبيعي، عاوزين نتكلم في أمور متعلقة بشم النسيم، عاوزين نتكلم في أمور متعلقة يعني عادات وما جرت عليه الكاتدرائية الكنيسة الوطنية المصرية فيما درجت عليه وفيما أكمله المرحوم قدس الله روحه البابا قداسة البابا شنودة. الحقيقة عاوزين نتكلم في موضوع أن مصر ليس وطنا نعيش فيه، ولكن وطن يعيش فينا، وطن يعيش فينا. أصبحت كلمة يعني شهيرة جدا ومعروفة للكل للجميع. الدكتور سعد، ما هو معنى المواطنة من وجهة نظر المواطن القبطي المسيحي والقبطي المسلم؟ ما هو معنى المواطنة والانتماء؟ عايزين نتكلم في هذا الطرح. كيف ينظر المسيحي المصري لبلده ولزيارة الرئيس للكاتدرائية الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ موقف لم يحدث على الإطلاق لأي حاكم حكم مصر. فبفتح مع حضرتك هذا الموضوع بشكل عام. اتفضل. المواطنة في معناها السهل والبسيط إن كل من ولد على الأرض المصرية وحمل جنسيته وهو من أبوين مصريين ويحمل الجنسية المصرية يتساوى مع الآخر. ما فيش حد مع الجنسية المصرية يتميز عن آخر، لا بسبب دينه ولا بسبب العرق ولا بسبب غناه أو فقره ولا بسبب ثقافته أو فكره. طالما أنا أحمل الجنسية المصرية إذن أنا مصري، ليا نفس الحقوق وعليا نفس الواجبات زي أي مواطن مصري آخر. ده بالمعنى البسيط للمواطنة. المواطنة كلنا متساوون أمام القانون. أما العقيدة والإيمان فده موضوع يحاسبني ويعاقبني عليه بالسلام أو بالعقاب رب البشر جميعا. ده مفهوم المواطنة. واعتقد ان ده مفهوم المواطنة لدى الاقباط المسيحيين او الاقباط المسلمين او في كل مكان. قبطي يعني بعتبر كلمة معناها قبطي يعني مصري. حتى الرئيس قال في زيارته للقداس، قال لو حد سأل انت ايه قول له انا مصري. ما تقولوش انا مسيحي ولا انا مسلم، انا مصري. هو ده المفترض ان يكون المساواة بين البشر في نفس الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين. وبالتالي فانت لما تسالني ديانتك ايه، السؤال ليه؟ ايوه ليه؟ انت بتسال ليه؟ انت بتعرف، انت بتسالني انا جنسيتي ايه، اقول لك انا مصري خلاص. ليا نفس الصفات الوراثيه، نفس العادات، نفس التقاليد.
يعني احنا ما نقدرش نميز بين المصري القبطي المسيحي والقبطي المسلم في مصر إلا لحظة دخول الجامع أو الكنيسة. ايوه. لكن العادات والتقاليد واحدة، السمات واحدة، الصفات الوراثية واحدة. مظبوط. فأنت بتسألني ليه؟ هل أنت هتاخد المهام بدل الإله وهتدني؟ لا اطلاقا. يبقى من الذي يدين من؟ الله ولا الناس؟ يعني احنا بمناسبة عيد القيامة السيد المسيح قال لا تدينوا كي لا تدانوا. وبالتالي المفترض انك تسألني انت جنسيتك ايه عشان تعرف عاداتي، تقاليدي، صفاتي الوراثية، انتماءاتي. لكن انا يعني قداسة البابا شنودة الثالث رفض ان يفتح الحج للمسيحيين الى القدس من منطلق وطني عروبي. مظبوط. وليس من منطلق ديني. ولو كان من منطلق ديني مظبوط، طب ما احنا مالنا ومال اخواننا المسلمين، احنا رايحين نقدس. مظبوط. لكن هو الارتباط بالوطن، وعشان كده قداسة البابا قال ان مصر وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه. ورغم ان موقفه ده سبب له مشاكل مع القيادة السياسية انذاك ايام السادات، لان كنا عاملين كامب ديفيد ومطلوب التطبيع ومطلوب ان تفتح القدس امام الاقباط، الا ان قداسة البابا رفض وقال ان ده هيبقى وطنية، لان قال ان ده هيبقى اتهام ان احنا لنا بخيانة القضية العربية والقضية الفلسطينية، ان احنا نروح منفصلين عن اخواننا المسلمين. هنسمع كلمة صغيرة كده من بابا شنودة. لا يعرف تعصبا ولا تفريقا، فنحن أخوة في هذا الوطن. إن وطنية الأقباط لم تكن في يوم من الأيام موضع سؤال ولن تكون. وإن تاريخ مصر ليسجل في كل حين مواقف مشرفة وطنية للأقباط وتهم المسلمين. ونود أن نحتفظ بهذا الحب على الدوام، لا تؤثر فيه أحداث مؤقتة، لأن الحب أكبر من الأحداث. وأرجو أن تظل مصر سالمة باستمرار، هادئة باستمرار، لها الوجه المشرق الذي نحبه لها في كل حين. ونحن نحب هذا الوطن. أهلا. تحب نتكلم في مأخذ من المآخذ أو دروباك بعض المتغالين والرافضين الذين يحاولون بشكل أو آخر أن يتدخلوا بين في هذا المفهوم، مفهوم الوحدة الوطنية. أنا أذكر أن في يوم من الأيام أنا كنت في الكاتدرائية، وكنت موجود في الكاتدرائية، وطلب إلي قداسة البابا أن أتحدث في الميكروفون، فاتكلمت في الميكروفون وركزت أساسا على مفهوم الوحدة الوطنية مرفوضة من وجهة نظري. مفيش حاجة اسمها وحدة وطنية، هو في فرقة وطنية حتى يكون هناك الصوت عالي قوي عندي في الاير بيز، فعفوا رجاء انه يوطى سنه. فحكايه انه يعني الوحده الوطنيه، ما فيش فرقه وطنيه، عشان يبقى في وحده وطنيه نطالب بها. فيا ريت حضرتك من وجهه نظر قبطي مصري مسيحي يقول لنا رأيه في هذا
تعليق. يعني حضرتك أجبت فيما قلت. أولا الوحدة بين شيئين مختلفين، ونحن غير مختلفين حتى نتوحد، هو نسيج واحد بالظبط. وأنا يعني أذكر حاجة كده عشان الشباب اللي معانا في الاستوديو، هي فكاهية. سنة 95 في حفل إفطار في الشرابية، وكان معانا الأب الكاهن القمص حزقيال وهبة في ذلك الوقت، وقال نفس الكلام اللي حضرتك بتقوله، احنا مش مختلفين عشان نتوحد. وقال عبارة جميلة كده، قال في ليلة زي القدر المسلم الغير مدرك توضى وصلى وقال يا رب خد الجماعة المسيحيين المشركين اللي بيعبدوا 3 آلهة، والمسيح الغير مدرك صلى وقال يا رب خد المسلمين اللي كاتمين على نفسنا واللي مش مدينا فرصة. أما اليهودي قال إيه؟ قال يا رب أنا مش عاوز منك حاجة، حقق مطالب حبايبي إخواتي الاتنين دول. فقال أنتوا بتضحك عليكم. وأنا مع هذا الطرح بمجمله، لأن هو التاريخ بيقول إن دايما محاولة الاستعمار لكسر مصر من ملف الوحدة الوطنية. أيوة. هيخش في الفرق ده. والتعصب دائما سواء من مسلم أو من مسيحي يجي عن جهل بدينه، عن جهل بدينه. أي دارس أيا كان ديانته لدينه لن يكون متعصبا. المسيحية تقوم في فكرتها الأساسية وجوهرها الله محبة. السيد المسيح قال أحبوا أعداءكم. ده واضح، نص واضح. أحبوا أعداءكم. طب بالك بقى اللي مش عدوي، ده جاري، ده أخويا، ده شريكي في الشغل، ده زميلي في الكلية، أحلى ما يمكن. فأنت بتقول أحبوا أعداءكم. توصيات السيد المسيح التي لا تقبل الجدل ولا التأويل. أحبوا أعداءكم، فما بالك بجيرانك. السيد المسيح على الصلب طلب الغفران لصالبيه. صحيح. تاريخ. طلب تاريخ. فأنت في النهاية يجب في الصلاة الربانية المقابلة للفاتحة في الدين الإسلامي اللي هي أبانا الذي، شرط طلب الغفران نقول اغفر لنا ذنوبنا، شرط بقى كما نغفر. إن لم نغفر تبقى عارف وانت بتبدأ صلاتك لن يغفر لك. أنا سعيد قوي بالكلمتين اللي حضرتك تفضلت بيهم، إلى جانب يعني علومك الطبية أيضا فكرك الوطني الديني. يا رب يخليك. في عندنا